ماتش الزمالك والمقاولين. انا اقول لك، لقيت زيزو بيلعب في الماتش، طبعا ما هو اخد جزء من فلوسه، مبروك يا سيدي، ونشوف هتعمل ايه في الماتش. الشوط الاول الزمالك بيهاجم ومستحوذ بنسبة 66% بس من غير فعالية. اما المقاولين اللي استحواذهم كان 34% كانوا بيلعبوا لعب دفاعي، وفرصهم كانت بس من الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. ما شفناش في الشوط الاول كله غير كرة واحدة بس هي اللي كانت على المرمى. شكل الكابتن شوقي غريب بيلعب على البونت. بالنسبة للزمالك زيزو كان بيلعب في المكان الغلط، وده كان مقلل من خطورته، وكانوا بيلعبوا ببطء فظيع. ده انا كنت بنام وانا بتفرج على الماتش. وبصراحة كده اللي كان باين في الزمالك هو ايشو. الولد ده هيبقى ليه مستقبل وهنتفرج عليه بعدين. والشوط الاول خلص بالتعادل السلبي 0-0. قمت وغسلت وشي وعملت شفشق قهوة عشان اعرف اكمل الشوط التاني. والشوط التاني برضو الزمالك كان مستحوذ وبيهاجم، بس كان اسرع من الشوط الاول، وده خلق شوية فرص عنده. يعني جالهم ضربة جزاء بس اتلغت علشان الكورة كان 3/4 بره وسنتوفة اللي على الخط. وفي الدقيقة 64 مصطفى شلبي كان بيجيب جون بس بيتلغي عشان كان اوفسايد. والمقاولين لقوا الموضوع كده، قالوا يضيعوا شوية وقت عشان يخلصوا الماتش على كده. ما لحقوش يا عيني يضيعوا وقت، لان في الدقيقة 82 اوباما بيجيب الجون الاول لنادي الزمالك. المقاولين بعد جون الزمالك سخنوا كده شوية وقعدوا يهاجموا. هو كده كده خربت ويروح ما بعدك روح بقى. كورة مفاجأة وصاروخية من أحمد علاء بس جت في العارضة وكان حظه وحش. ييأس أبدا. كورة ركنية في الدقيقة 99 للمقاولين بتتلعب ودربكة كده بتحصل قدام الجون، روح أحمد علاء يشوطها وتيجي في الجون. ده الزمالك حظه وحش قوي النهارده قوي. ضربة جزاء وجون بيتلغي له، وكمان جون بيجي فيهم في الدقيقة 99، يعني بعد نهاية أصلا وقت بدل الضياع بدقيقة. وبياخد مان اوف ذا ماتش محمود ابو السعود جون المقاولين. وكل فرقه بتاخد البونت بتاعها، ومبروك يا زمالك البونت. سلام.